آية يا رسول الله؟ قال قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لا بد لنا أن نعتبر بالمرور الأيام عليه، وفي دقائق معدودات ألقي على أسماع حضراتكم حديثا ربما أنا أقول ربما يسمعه الكثير لأول مرة، وهو في أعلى درجات الصحة. رواه لنا إمام المحدثين وأمير المؤمنين في الحديث وشيخه سيدنا الإمام البخاري، الذي يتطاول عليه بعض الأقزام في هذا الزمان وهم لم يعرفوا شيئا عن هذا الإمام العلم سيدنا الإمام البخاري، الذي افتتح الصحيح بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، واختتم البخاري صحيحه بقوله أي بقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صلوا على الحبيب. أنا باختصار حتى تعلم أنك لو عشت بعضا من الوقت في ضيق فاعلم أن فرج الله آت لا محالة. ما من واحد منا إلا وعنده من المشكلات ما الله تعالى به عليم، وقد يظن الكثير منا أن عطاء الله للعبد هو عين الرضا، وأن منع الله عن العبد سخط من الله، وحاشا وكلا. الله تعالى يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا هذا الشيء الذي تحبه وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ووالله لو كشف عنك الغطاء لعلمت أن منع الله عنك هو عين العطاء. امرأة سوداء حينما تروي أمنا عائشة وتقول امرأة سوداء ليس طعنا فيها، إنما هي علامة تميز بها هذه المرأة، لأن السواد والبياض والاحمرار كل هذه الألوان من آيات الله، من عجائب قدرته سبحانه وتعالى، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. هذه المرأة السوداء كانت تخدم في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. بعدما تنتهي هذه المرأة السوداء من الخدمة كانت تتغنى ببيت شعر لا يمل لسانها من ذكر. ماذا تقول؟ تقول ويوم الوشاح. خلي بالك من هذا الكلام. البنت السوداء بعد ما تخلص الخدمة تقول ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا ألا إنه يعني يوم الوشاح من بلدة الكفر الجانب. الوشاح اللي هو إيه؟ اللي هو الطرحة اللي الست بتلبسها. هذه الفتاة السوداء جعلت ليوم الوشاح يوما كأنه عيد، وأنت تتذكر يوما نجى الله لك ولدك من مرض شديد والعياذ بالله أو حادث أليم. الحمد لله. لا تنسى هذا اليوم وتوجه إلى ربك بالشكر دائما، فبالشكر يحفظ الموجود
ويستجلب للمفقود. ما قصة يوم الوشاح؟ البنت تخلص يوم تتغنى وتقول: ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أجال. فأمنا عائشة قالت لها: وما يوم الوشاح؟ ما قصته؟ صلوا على رسول الله. قامت البنت السوداء دي قالت لها: يا أمي سأحكي لك وأقص على مسامعك أحداث هذا اليوم. شوف الشر اللي كانت فيه، ماذا أعطاها ربها، ومن رحم المحن تتولد المنح سبحانه وتعالى. فبتقول لها: أنا كنت بخدم عند قوم من العرب في اليمن، واليمن لما تسمع كلمة اليمن يعني عن يمين جزيرة العرب، الشام اللي هي الشام يعني على شمال جزيرة العرب. البنت بتخدم في البيت، وفي يوم من الأيام كان عند هؤلاء القوم عرس، عندهم فرح. البنت العروس تتهيأ في ليلة عرسها لزوجها، فقالت لهذه الفتاة السوداء: اتبعيني على الكنيف المغتسل، كان بعيد عن البيت بيته. فأخذت ثيابها ما تتزين به لزوجها في ليلة عرسها، قال لها: اتبعيني وراي. فدخلت العروس لتغتسل. كان من جملة الثياب حاجة اسمها الوشاح بقى، اللي هي الطرحة اللي هي تلبسها دي، وكانت حمراء اللون. قالت لها: ما خلص، حينما انتهي اناديك. وبينما تقف تلك الفتاة، انظروا الى تقدير العزيز العليم، البنت وهي واقفه الوشاح لونه احمر محطوط مع الملابس، فجاءت حدياه، هكذا قال الامام البخاري، يعني الحدايه صغيره حدقه، والحدايه كما نعلم من اخبث الطيور، احل النبي قتلها في الحل وفي الحرم، داخل مكه وخارج مكه. الحدايه دي لما جاءت على حين غفله من البنت هي المراه السوداء، واخذت الوشاح الاحمر بمنقارها ومخالبها وطارت الى حيث شاء الله. البنت ما تعرفش راحت فين. العروس لما انتهت من غسلها قالت: علي بثيابي، اتفضلي، 1 2. قالت لها: اين الوشاح؟ قالت: يا سيدتي جاءت حليات من السماء فاخذته. قال لها: الكلام ده ما يطبش عليك، الكلام ده تقولي لحد تاني، احنا هننجم مع بعض هكذا. والمرأة السوداء ضعيفة لم تعرف لها أبدا رحيم، ولا أما شفوقا، ولا أخا حاليا، ولا أختا، بنت خدامة صغيرة. طلعت الوشاح، الحداية خليته طالب، فصاحت العروس بأعلى صوتها، فخرج النسوة من البيت بتاعهم الوشاح، تكون الحداية خدته، فقالوا: فتشوها، حتى بدا منهن امرأة خبيث وقالت: فتشوها ربما خبأته في مكان عفتها. شوف، يفتشوا البنت لغاية مكان العفة. فنظرت الفتاة المظلومة ورفعت يديها إلى من لا يغفل ولا ينام، فقالت: يا رب، اللهم إنك وحدك تعلم أني بريئة، فبرئني يا رب. وفي لمح البصر أو هو أقرب عادت الحدياء تمسك هذا الوشاح الأحمر بمخالبها ومنقارها، وساوت وحازت رؤوس النسوة وألقته بين أيديهن. وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي.
وكم أمر تساق به صباحا فتأتيك المسرة بالعشي، إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العليم. خليك مع ربنا وحقق أيديك. فكسى الخزي والعار وجوه النسوة، لكن الله عز وجل كان يخبئ لها في أقداره الغيبية ما جعل هذه المرأة لم تنس هذا اليوم طرفة عين، يوم يشاع. قالوا لها أنت حرة طليقة لوجه الله. شوف، عشان تفجر أبتها من الرق والعلم عاوزينها النهارده 2 مليون. قالوا أو قال النسوة لها أنت حرة لوجه الله، إلى أي مكان في أرض الله تيمم وجهها. هي لم تعرف شيء، لكنها سمعت أن سيد الدنيا صلى الله عليه وسلم قد شرفت به أرض يثرب وأصبحت تسمى بالمدينة المنورة. قالت أذهب إليه إلى رسول الله. قطعت المسافات الطوال ولقيت من المشقات ما لقيت، والسفر قطعة من العذاب. وصلت من اليمن إلى مدينة رسول الله، فوقفت بين يديه ونظرت إليه لتعلن شهادة التوحيد لله وتقر بالنبوة والرسالة لصاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم. هتروح فين؟ فقام عليه الصلاة والسلام بضرب مكان لها في مؤخرة المسجد مع الجماعة الفقراء بتوع أهل الصوف. أهل الصوف دول يا أخوانا كانوا في مؤخرة المسجد ياكلوا ويشربوا، بس ما كانوش قاعدين كده عاطلين. لا، تعرفين إن 45% يعني نص الدين بتاعنا قرآن وسنة نقل عن طريق هؤلاء الفقراء. فضرب النبي لها مكانا في مؤخرة المسجد. بعد انصراف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من الصلاة تقوم بقبل المسجد. النعمة الثانية أنها رأت رسول الله، ودي نعمة. ألم تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال لأصحابه إخواني قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال لا، أنتم أصحابي. فمن إخوانه؟ قال أناس يأتون من بعدكم آمنوا بي ولم يروني، يود أحدهم أن يراني بماله وولده. لو كان لك من الأموال والأطياب والعقارات ومعك ما تشاء من الأولاد الرجال، لو عرض عليك أن تضحي بكل هذا في سبيل نظرة واحدة من صفحة وجهه عليه الصلاة والسلام. المؤمن يضحي بكل هذا من أجل أن يمتع عينيه بنظرة واحدة إلى صاحب الوجه الأنور عليه الصلاة والسلام. لكن المرأة دي تمتعت ومتعت أذنيها بسماع أفضل صوت في الأمة صلى الله عليه وسلم. يقول صلوا على النبي. ثم أخيرا هذه المرأة لما تقدم بها العمر بدا على وجهها علامات المرض، فقال الذي لا ينطق عن الهوى يوما لأصحابه إن ماتت هذه المرأة. النبي بما أوتي من أنوار وحي السماء عرف أن المرأة على وشك تودع دنيا الناس، فقال النبي إن ماتت فأعلموني. لكنها ماتت في وقت كان المصطفى نائما، امرأة سوداء ونحن نجامل الأغنياء ولا نجامل الفقراء.
كأن أصحاب النبي حقروا من شأنها، فقالوا نذهب لنوقظ رسول الله من نومه ليصلي عليها. ما صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم والحرج عن الباقين، لكن أين كلام النبي منه؟ فقاموا فغسلوها وكفنوها وحملوها وقبروها وضعوها في القبر. فلما جاء سيد الأوفياء وأمير الأنبياء نظر النبي إلى مكان المرأة فافتقدها. أين المرأة السوداء؟ قالوا ماتت يا رسول الله وذهبنا إليك فوجدناك نائما فاستحيينا أن نوقظك. فقال عليه الصلاة والسلام وقد بدت علامات الغضب على وجهه الشديد، قال النبي ألا آذنتموني بدفنها؟ أنا علمت أن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى منورها لهم بالصلاة عليهم. دلوني على قبرها يا سيد الأوفياء. لن تنسى ولم يضع عندك جميل في يوم من الأيام. دلوني على قبرها. فأخذوا المصطفى وقالوا يا رسول الله هذا قبرها. وقام الحبيب المصطفى رافعا يده إلى السماء مكبرا عليها مستدرا لها المغفرة من الله تعالى، فصلى النبي عليها، وصلاة النبي شفاعة ونور لها في قبرها. هكذا أيها الإخوة الكرام هذه المرأة لم تنسى شيئا من ماضيها، أيام الكفر وأيام الذل وأيام الإهانة انتشلها الله تعالى بسبب هذا المشاع. لولا هذا المشاع الطرحة ما انتقلت من اليمن إلى مدينة رسول الله وما نالت هذا الشرف العظيم. فكانت هذه المرأة تتقدم دوما إلى ربها شاكرة حامدة، ويوم المشاع من أعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاب. شكر الله لكم على حسن استماعكم، وصل يا ربنا وسلم على الحبيب المصطفى الذي لولا رسول الله والله ما جلسنا. هذه الجلسة أصل كل خير ومنبع كل فضل. اللهم إنا نسألك ربنا أن تبلغ صلاتنا وسلامنا إليك. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا يوم اللقاء تحت لوائه وفي زمرته، ولا تحرمنا يا ربنا يوم اللقاء من شفاعته ومن رؤيته. واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع اللهم فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. وبارك يا رب لنا جميعا في أولادنا وفي أموالنا، واجمعنا دائما على الخير. وأسأل الله أن يجعل هذه الجلسة في ميزان حسناتنا لنلقى بها ربنا، لتكون لنا زادا ينفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.